راسي تصريح الحارس لما قال احنا لما جاوا الجزائر عطى مدينا لهم باسبورات وسنينا في المطار. زريبه بلد هذا، لما تدخلوا لازم لك وقت، خاصه وانه انت التاشيره مفروضه عليك. يعني من حسن حظك انهم اعتقد بانه لما جاء الوفد نادي اسفي كانت فيه تاشيره جماعيه للوفد المغربي، لذلك تاخذ وقت في المطار، وكانه اراد ان يعطينا دروس في حسن الاستقبال، وهم الذين وضعوا في افضل الظروف ولعبوا 0 مقابل. وكانت فيه استفزازات، لانه تحدثت مع بعض المصورين اللي كانوا في ملعب 5 جويلية، كانت فيه استفزازات من بعض لاعبي اسفي للمصورين والجماهير في الجزائر، ولم يحدث ولا شيء. لما نشوفوا تصريح الحارس المغربي، اللي انت حارس احتياطي ودخلت بعد نيل زميلك البطاقه حمراء في مباراه الذهاب وما كنت لتلعب، لما تشوف تصريحاته وتشوف تصريح خالدي بعد نهاية المباراة للشركة للقناة مالكة الحقوق، فرق في المستوى، فرق في التربية، فرق في الأخلاق، فرق في الفكر، فرق في كل شيء. وهنا هذا هو الفرق بيننا وبينهم في كرة القدم ولا في أي شيء آخر.